كائن البورتوريكو هنا حلو، ممكن احطه هنا على فكره كده. ازيك عامل ايه؟ اصل هو تحسيه راجل لابس برنيطه. تحبي تشاركينا باي حاجه عن بورتوريكو؟ كان فيها البيوت اللي ملونه الصغيره اللي جنب بعض الكتير دي، بس كان في البلد نفسها الناس اللي كانت بتلعب بوكيمون جو، اللي كانوا قاعدين بيجروا ورا البوكيمون في الميدان دول. كان ساعتها الهوجه دي طالعه جامد. هي اصلا بورتوريكو دي 2 متر في 3 متر، وما فيهاش غير القلعه اللي فيها بتوع الحراسه دول. هم مش تاورز ولا نيله، ده هم شباك صغير قد كده. عارفه ايه بقى اشهر من كل ده عن بورتوريكو؟ الاغنيه بتاعت فايا كونديوس. حلقه النهارده عن القرايه بقى والكتب والثقافه وكده. دايما بفتكر البوست بتاع الراجل اللي كان كاتب انا بقالي كتير قوي بشرب قهوه ولسه ما بقتش مثقف، فالراجل دخل رد عليه قال له جرب تحتسيها. تحسي احمد خالد توفيق قوي تحتسيها دي. ماشي نخش في الموضوع على طول نخش في الموضوع. في حلقة النهاردة هنتكلم عن حاجة من الحاجات المحببة جدا لقلبي، لأن أنا أكتر حاجتين بحبهم بعد أهلي وصحابي هما السفر والقراية. وحلقة النهاردة كلها هتكون عن القراية والكتب. هكلمك في الأول شوية كده عن القراية عموما، وبعدين هكلمك في النص التاني من الحلقة عن أول كتابين هرشحهم لك علشان يساعدوك في رحلة وصولك للحرية المالية. الكتابين اللي هكلمك عنهم النهاردة بالمعلومات اللي فيهم ممكن عادي أفضلهم وأبدلهم بأكتر من 20 كتاب تانيين. الحلقة دي من النوع اللي ممكن تتفرج عليه وانت بتشرب كوباية قهوة، او وانت مولع شمعة بريحة، او لو قاعد قدام البحر في الشتاء. ولو بقى عايز تخش جوه المود قوي اعمل التلاتة. انزل بالانترو. عايز ابدأ كلامي الحلقة دي باني احكي لك عن قصة غريبة قوي حصلت سنة 1995، وبسببها حصلت دراسة بقت بتشرح ظاهرة للأسف منتشرة جدا ما بين كتير من الناس، وهي ظاهرة الفزلكة وادعاء المعرفة. خليني احكي لك القصة الاول وانت هتفهم قصدي ايه. في ولاية بنسلفانيا وسنة 1995 دخل راجل في منتصف الأربعينات يسرق بنك. الغريبة ان الراجل ده كان داخل بوشه عادي ومش لابس اي قناع ولا متخفي، وكأنه عارف وواثق هو بيعمل ايه، لدرجة انه كان بيشاور لكاميرات المراقبة وهو وشه مكشوف عادي. مش كده وبس، ده كمان راح لموظفة البنك اللي كان بيسرقه وقال لها جملة غريبة قوي. قال لها ما تخافيش، انا عندي وش عادي بس انتي اللي مش شايفاه دلوقتي. طبعا مفيش شوية كده وبمنتهى السهولة الراجل ده كان اتقبض عليه والبوليس بيحقق معاه. تخيل ايه بقى اللي خلى الراجل يتصرف التصرف الهبل ده؟ الراجل ده اتصرف كده بسبب انه وقع في فخ ناس كتير قوي بتقع فيه، وهو الدانينج كروجر إيفكت، او بالعربي البسيط هو فخ الفزلكة، او انك تفتكر انك تعرف كل حاجة عن شيء لمجرد بس انك عرفت حاجة بسيطة عن الشيء ده. الراجل اللي راح يسرق البنك ده ولا كان مجنون ولا سكران، لكن عرف معلومة صغيرة جدا وبسببها افتكر ان هو يعرف كل حاجة عن التخفي. الراجل ده عرف معلومة ان عصير الليمون بيستخدم كمكون للحبر السري، فبمنتهى السذاجة راح دالق على وشه عصير ليمون وافتكر ان هو بكده وشه هيكون شفاف وكاميرات المراقبة مش هتعرف تصوره. الحادثة دي خلت السايكولوجيست ديفيد دانينج وواحد من الطلبة الخريجين بتوعه اسمه جاستن كروجر يعملوا مجموعة من التجارب على علاقة الثقة بالمعرفة، واللي وصلوا له هو ان كتير من الناس لمجرد ان هم عرفوا جزء صغير جدا من شيء ما كانوش يعرفوا عنه حاجة، ده بيديهم احساس زائف بانهم عرفوا كتير قوي عن الشيء ده. هقول لك انا بقى القصه اللي فاتت دي ايه علاقتها بالقرايه، وكمان هدي لك مثل على علاقتها بالفلوس. بالنسبه لعلاقه القصه دي بالقرايه، فانا عايز اقول لك ان انت كل ما هتقرا اكتر كل ما هتكتشف ان انت في حاجات كتيره قوي ما تعرفهاش، وكل ما هتقرا اكتر كمان كل ما هتبدا تدرك مدى جهلك بكم الحاجات اللي انت ما عندكش اي فكره عنها. ولذلك فممكن تبدا تشعر بشعور تواضعي شويه، وده اللي هيخليك ممكن تبدا تتقبل افكار ومعلومات جديده، وهنا ممكن مداركك تبدا تتفتح وتبدا فعلا تتعلم اكتر وتعرف اكتر. وده على عكس الشخص اللي قرا في حياته كتاب ولا كتابين وبقى فاكر ان هو كده العلامه الفذ وبيقع في فخ الدانينج كروجر إيفكت. والشخص ده دايما هو اللي بتلاقيه صوته عالي قوي في المناقشات وفاكر ان هو دايما صح لمجرد بس ان هو عارف شيء بسيط خلاه يفتكر ان هو عارف الشيء الكبير. وعلشان كده دايما بفتكر ارسطو لما قال the more you know the more you realize you don't know، يعني كل ما هتعرف اكتر كل ما هتكتشف قد ايه انت ما تعرفش.
اما بقى عن علاقة القصة اللي فاتت والدانين كروجر ايفكت بالفلوس، فانا هديلك مثل عن حاجة بتحصل كتير قوي بالذات مع المستثمرين الجدد اللي بيحاولوا يعملوا فلوس عن طريق المضاربة في الاسهم او العملات، وبالذات باستخدام الليفرج او الرافعة المالية. وطبعا لو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن نوعين الاستثمار دول، دوس على اللينك اللي هيظهر في ركن الشاشة فوق. اللي بيحصل ان يجي حد عايز يبدأ في عالم الاستثمار ويكون سمع من حد صاحبه عن كمية الفلوس اللي ممكن تتعمل من خلال المضاربة على المنصات المختلفة اونلاين، فيقول لك اجرب. يقوم داخل على اليوتيوب ويتفرج على فيديوهين 3 بتوع حد بيعمل كام عمليه بيع وشراء في الفوركس مثلا، ويشوفه وهو بيكسب 200 300 دولار في دقائق معدوده. يقوم يجي صاحبنا ويقول طب لما اجرب كده، وفعلا يقوم داخل يجرب بمبلغ صغير جدا ويعمل عمليه او 2، وممكن جدا فعلا يلاقي نفسه كسب 10 ولا 15 دولار. وساعتها هوب تلاقي الدانين كروجر ايفكت عملت عمايلها، وصاحبنا كده افتكر ان هو بقى لعيب واكتشف السر اللي هيغنيه. يقوم داخل بقلب جامد ومزود فلوسه عمليه في التانية في التالتة، لحد ما فجأة يلاقي نفسه خلص حسابه وخلص الكريدت كارد كمان، وفجأة بقى قاعد على الحديدة، على يمينه دانينج وعلى شماله كروجر. انا بقول لك كل الكلام ده علشان عايزك تعرف ان القرايه والتعلم دول حاجات مستمره معاك طول ما انت عايش، مش بس تتفرج لك على دوكيومنتري ولا تقرا لك كتاب او 2 في الاستثمار تفتكر ان انت كده بقيت جهبذ وورن بافت عصرك. لا، التعلم والقرايه دي حاجه اساسيه ومستمره طول ما انت في رحلتك للحريه الماليه. انت ممكن تكون سمعتني قبل كده اكتر من مره وانا بقول ان انت علشان تعمل فلوس لازم تكون بتضيف قيمه، وعلشان تضيف قيمه لازم انت اصلا تكون شخص مميز. ومن الطرق الاساسيه اللي بتخليك مميز هو ثقافتك وعلمك لما بتطبقهم عمليا وتحصل على نتيجه، وثقافتك وعلمك دول غالبا بيجوا عن طريق القرايه. مارك توين قال The man who does not read has no advantage over the man who cannot read. يعني الشخص اللي مش بيقرأ ما عندوش أي ميزة تفرقه عن الشخص اللي ما بيعرفش يقرأ. تقيلة شوية الجملة دي صح؟ بس فكر فيها كده هتلاقيها حقيقية جدا. القراية مهمة جدا لدرجة ان في انترفيو مع 2 من اغنى اغنياء العالم وهم بيل جيتس وورن بافيت، واحد سألهم لو بتتمنوا يكون عندكم سوبر باور تحبوا انها تكون ايه؟ بيل جيتس رد عليه وقال له اتمنى يكون عندي القدرة على القراية بطريقة اسرع بكتير. My question is, if you could have one superpower, what would it be and why? Being able to read super fast, yeah, that'd be nice. وعلشان كده هكلمك النهاردة وكمان في أكتر من حلقة عن ترشيحاتي لعالم الكتب، وهقولك عن أكتر الكتب اللي أنا قريتها واللي ممكن تساعدك جدا في تنمية معرفتك وعلاقتك بالفلوس. والنهاردة هبدأ بكتابين، وزي ما قلتلك في المقدمة الكتابين دول عندي أهم وأقيم، واتعلمت منهم حاجات أكتر بكتير من اللي اتعلمتها من عشرات الكتب التانية. أول كتاب هرشحهولك علشان تبدأ بيه هو كتاب Rich Dad Poor Dad، واللي كاتبه هو روبرت كيوساكي. الكتاب ده بيشرح بمنتهى السهولة مفاهيم بسيطة عن ازاي تبدأ تعمل فلوس وازاي تستعمل فلوسك دي صح، وده عن طريق انه بيحكي قصة طفل له أبين، أب حقيقي اللي هو الأب الفقير، وأب روحي اللي هو الأب الغني. والطفل بيشرح ازاي ابوه الغني كان بيديله نصايح عن ايه هي افضل الطرق اللي يستعمل بيها فلوسه. الكتاب سهل جدا في قرايته، والطريقة اللي مكتوب بيها ممتعة جدا وبسيطة، وممكن جدا يكون بداية كويسة ليك لو انت اصلا مش متعود على القراية. ده غير ان كمية المعلومات والاساليب والافكار اللي موجودة فيه هتساعدك كتير قوي في بداية رحلتك للحرية المالية. الكتاب ده انا بنصحك تقراه اكتر من مرة، وكل مرة هتثبت المعلومات اكتر، وكمان هتكتشف معلومات جديدة في كل مرة تقراه تاني. الكتاب ده مش بس هيعلمك مبادئ التعامل الصح مع الفلوس ايه، لا ده كمان ممكن يكون بداية علاقتك بالاستثمار العقاري، لانه بيشرح مبادئ وطرق النوع ده من الاستثمار بمنتهى البساطة وباسلوب سهل وفي مستوى الطالب المتوسط. اما تاني كتاب هرشحهولك هو كتاب Think and Grow Rich، واللي كاتبه نابوليون هيل. والكتاب ده يكاد يكون كتاب سحري، وفكرته الأساسية بتعتمد على قانون الجذب أو The Law of Attraction. والفكرة دي بالتبسيط المخل هي فكرة ان انت تفكر في حاجة فتجيلك. الفكرة دي ممكن جدا تبان لك على انها فكرة ساذجة وخيالية ولعب عيال، ولكن في الحقيقة هي ليها تفسير علمي حقيقي ومنطقي جدا. ولو عايز تعرف التفسير ده ممكن تبدأ تدور وتبحث عن حاجة اسمها The Reticular Activating System، واوعى تسألني ده يعني ايه بالعربي، عليك وعلى جوجل ترانسليت بقى. المهم ان ال Reticular Activating System او ال RAS ده جزء في مخك، وهو المسؤول عن تحقيق النظرية اللي موجودة في الكتاب ده، وهي نفس النظرية اللي موجودة في كتاب The Secret اللي ممكن تكون سمعت عنه بسبب شهرته الواسعة، واللي هو في اعتقادي يعتبر النسخة السطحية من كتاب Think and Grow Rich.
الكتابين اللي انا برشحهم لك النهارده ممكن جدا يكونوا بدايه هايله لعلاقتك بالقرايه، وكمان لعلاقتك بالفلوس والنمو في حياتك العمليه عموما. والكتابين دول موجود منهم نسخ مترجمه باللغه العربيه، وهتلاقيهم تحت اسم الاب الغني والاب الفقير، والكتاب التاني تحت اسم فكر وازداد ثراء. هات الكتابين دول اقراهم، واقراهم بالراحه، واستوعب اللي فيهم، واشكرني بعدين. اما دلوقتي بقى جاهز للبونص؟ هفرجك عليه، بس عايزك قبل ما تشوفه تكتب لي في التعليقات كلمة السر بتاعت النهاردة. وكلمة السر النهاردة هسيبك انت اللي تحددها، انا بس هقولك اني عايزك تكتب لي اي جملة او حكمة او اي فكرة تكون عرفتها من اي كتاب. اكتب الجملة اللي دايما بترن في دماغك، او الجملة اللي فعلا اتعلمت منها حاجة، او اكتب اي جملة تكون مقتنع بيها كمبدأ في حياتك، وخلي بقية الناس كمان تستفاد. واكتر جملة هتاخد اكبر عدد من اللايكات هيتم تثبيتها في اول كل التعليقات. ما تنساش تعمل لايك على الحلقة لو لسه ما عملتش، ولو لسه مش مشترك على القناة اشترك، واكتب لي في التعليقات جملتك المفضلة من اي كتاب قريته. ولو عايز تبسطني انا اعمل التلاتة. تحياتي. من كتر ما بحب القرايه حاسس ان اي حاجه هكتبها كسكريبت في الحلقه دي هتطلع اقل من اللي انا المفروض اعمله، فانا حاسس ان انا كروت الحلقه دي كروت التنين. في حاجه كنا بنعملها في الكشافه زمان بالخل او بالليمون، نجيب حاجه ونحطها في خل ونكتب على ورقه، وبعدين نجيب ولاعه ونولع من تحت الورقه كده فالكلام يبتدي يطلع. فهو قرا حاجه عن كده او سمع حاجه عن كده فقال لك طب ما انا اجيب بقى الليمون ده واروح غاسل بيه وشي هبقى انفيزيبل فالكاميرات مش هتلقطني. المهم طبعا البوليس راح جاي قفشه من قفاه وشعلقوه. هو وروا له نفسه في الفيديو فقال لهم ايه ده، انا وشي باين، انا ازاي كده، ده انا حطيت الليمون على وشي ازاي يعني؟ ده خلى بقى ناس تقول هو في عته كده، لا لازم ندرس الظاهره دي. فلما درسوها اكتشفوا ان في علاقه ما بين ان انت تعرفي حاجه فثقتك تزيد بنفسك قوي. ليها جراف كده في ان انت في الاول يو سبايك اب كده في ان انت فاكره انك عرفتي كل حاجه، وبعدين كل ما تعرفي اكتر تنزل 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 لحد ما تكتشفي انك ده انا مش فاهمه حاجه خالص. تقعدي تذاكري بقى كتير في الحاجه دي فتبتدي تعلى تاني وكده. بس المشكله كلها الدانينج كروجر ايفكت ده في الطلعه الاولانيه اللي هي بتاعت انا عرفت قد كده افتكرت ان انا عرفت كل حاجه، فدي بتودي في داهيه يعني. تلاقي الدانينج كروجر ايفكت عملت عمليه ازاي ده؟ طلع الكتاب يا ده بعيد قوي مش طايله. الجزء ده كله عندي روبرت كيوساكي حاطط له شلف لوحده كده. ممكن جدا يكونوا بدايه هاليه، على عكس الشخص اللي قرا في حياته كتاب ولا اتنين، وده على عكس الشخص اللي قرا في كتابه وده على عكس الشخص